مساء الفل. ماتش الزمالك والنصر الليبي ماتش مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان هو اثبت، يعني انا قبل الدوري ما يبدا عارف ان احنا مش هناخد دوري، لكن ماتش امبارح ده اثبت ان انت مش هتاخد دوري ولا كاس ولا كونفدراليه ولا اي حاجه تدخل فيها خالص خالص. ليه؟ تعالى اقول لك ليه. اي فرقه بتنافس على اي بطوله في الكون لازم عندها 11 لعيب اساسي وعندها احتياطي وعندها بعد الاحتياطي. انت عندك الاساسي، انت مش مجمع 11 لعيب مبدئيًا، يعني أنت عندك 11 لعيب أنت مش مجمّعهم، خلاص؟ تعالَ نتكلم فيهم حاجة حاجة كده. خُد عواد، مين بديله؟ ما فيش. أي فرقة عندها لعيب والاحتياطي بتاعه بيبقى مش نفس المستوى، يعني يا نفس المستوى يا أقل منه مثلًا بنسبة 20، 30% كده يعني، لكن يبقى فرق بنسبة 50، 60، 70% ده لأ، مش غير مقبول. يبقى عندك الاحتياطي بتاعك الفرق ده كله، فأنت عندك عواد اللي بعديه ما فيش احتياطي ليه. صبحي فرق كبير قوي بينهم هما الاثنين، فانت تعتبر ملوش بديل، فانت كده عواد لوحده في حراسه المرمى، حصل له اي حاجه انت لبست. تعال خد خط الدفاع كده اهو، الحاجه الوحيده اللي عندك شويه خط الدفاع شويه. عندك عمر جابر في اليمين، مين بديله؟ مفيش. بيلعب مين؟ بيلعب محمد شحاته اللي هو اصلا مش باك يمين، هو الخط نص لسه قدامه شويتين 3 4 على ما يبقى لعيب في خط النص. لسه عليه بدري شويه، يعني فكنا من النفخ اللي عاملين الناس عماله تنفخه في شحاته، وانت التوربيني وانت مش عارف ايه وانت المستقبل. لا 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 لا، لسه بدري قوي 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 على ما تقول على حد ان هو لعيب كبير. لسه بدري جدا. خامه كويسه، ممكن يكون خامه كويسه، لكن لسه بدري قوي على ما يبقى لعيب كبير. فانت عندك عواد، عمر جابر، مين بقى معاه؟ مفيش. خش على قلب الدفاع، عندك حسام بن المجيد وحمزه المسلوسي، وهيرجع معاهم الونش، مين معاهم رابع؟ مفيش. يعني لو اتنين حصل لهم حاجه، اتصاب مثلا وانذارات، انت كده لبست. الشمال عندك فيها كذا لعيب، عندك محمد حمدي وفتوح وبنتايج، فدي الجبهه الوحيده اللي شغاله معاك حلو، عندك فيها ثلاثه، فدي حاجه حلوه قوي. خش على خط النص، عندك مين في خط النص؟ عندك دونجا. دونجا ما ينفعش يلعب لوحده، يعتمدش يعني ما يشيلش خط نص لوحده طارق حامد، فدونجا عايز حد معاه. دونجا او مبدئيا كده بديله مين؟ شحاته. في فرق كبير، يعني دونجا اصلا عايز اللي يشيله جنبه محمد شحاته، بعيد قوي كمان، لسه بدري قوي 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 عليه. فانت ما عندكش حد بديل دونجا. دونجا بيلعب جنب مين؟ عبد الله السعيد. مين بديل عبد الله السعيد؟ مفيش. طب ناصر ماهر؟ لا، ناصر ماهر ما بيلعبش 8، بيلعب 10. فانت عندك كمان عبد الله السعيد ملوش بديل. ممكن يكون مين بديله؟ سيف جعفر. طب سيف جعفر مغضوب عليه، ممكن يكون عنده قصور في الجانب البدني، قصور في الالتحامات، بس هو ممكن يجي منه، بس جوميز مش شايف ان هو يقدر يجي منه وعايز يمشيه، فهو مش شايف ان هو يجي منه، بس هو لا، يجي الولد يجي منه. الولد لعيب كوره، فلو اتقرص عليه بدني والتحامات وخد فتره كده من التعليمات ويشوف هينفذها ولا مش هينفذها، وبعد كده ايه، يشوف ايه الدنيا معاه ايه. بس لحد دلوقتي انت ما عندكش برضه فرق كبير، فرق كبير قوي بين عبد الله السعيد وسيف جعفر. خش قدام، عندك يمين زيزو، خلاص مفيش. شيكابالا بيشطب بيخلص، هو خلص. فانت مين تاني بديل بقى مع زيزو؟ مفيش. محمد عاطف، يعني امبارح لعب شويه كويسين. طب محمد عاطف زيزو، حط كده مقارنه بينهم هما الاثنين، في جاب كبير قوي 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 بينهم هما الاثنين، كبير جدا بينهم هما الاثنين. فانت عندك لو زيزو حصل له حاجه مفيش. خش على 10، ناصر ماهر، مع حد مع حد تاني؟ مفيش. ممكن عبد الله السعيد ينزل يلعب معاك قدامه، بس يلعب قدامه ورا يبقى فاضي، فانت عندك في خرم كده في الحته دي كده بتاعت مركز 8 و10. وينج شمال مفيش اصلا حد فيها اساسا خالص، صحراء صحراء. رؤوس الحربة الصحراء كلهم احتياطي، سواء ناصر منسي، الجزيري، الفلسطيني اللي احنا جايين لسه ما لعبش. اي حد عندنا راس حربة يقعد احتياطي، مين بقى يلعب؟ مفيش حد. فانت بتتعكز على كام واحد كده موجودين، انت بالعافيه بالعافيه جايب 8 لعيبه، بالعافيه جايب 8 لعيبه، فمفيش فرقه بتنافس على دوري كونفدراليه وكاس والحوارات دي كلها اللي احنا فيها دي كلها ب8 لعيبه. فالوضع صعب جدا. انت عندك قدامك شهر ونص تدخل يناير، فانت يا تلحق الدنيا في يناير يا مش هتلحق خالص، يا هتعمل موسم كارثي زي اللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه. ففكرة ان جوميز مش عايز حد غير مش مركز 8 ومش عايز حد في خط النص وعايز بس راس حرب او مش عايز معرفش ايه، لا الكلام ده كله دلع، دلع والله العظيم. لا لا، احنا عايزين فرقة تانية معانا، بغض النظر بقى نجيب منين، من اجانب بقى محليين ناشئين، ما مش مشكلتنا، بس المشكلة انت ما عندكش فرقة خالص تقدر تنافس بيها اي بطولة تدخل فيها. شكرا.